فيديو اليوم رح نحكي عن بي تي اس وبلانك بيرج والشباب الطيب. بس قبل ما نبلش طولي لايك من اللايكات يا رجل. صح الفيديو الاخير جاب تفاعل، والله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا لكم جزير الشكر. يعني صار اخلاقكم العالية احرقت بيتين اهلي. يا سلام يا اخي، والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي وخلتني هعيط. خلتني فهمت. والله عم واجهت بيسلم عليكم يا شباب. بس قبل ما بلش حطوا لايك، خلونا نبلش. موضوع الحلقة اليوم عن عبادة بي تي اس وبلانك بيرك والشرع، قصدي الناس اللي بترقص على المسرح. تاكدوا من اللايك يا اخوان. انا عم مركز على اللايكات عشان الفيديو يطلع يوصل للناس، حتى الناس تستفيد، مو بس انت تستفيد تاخذ الفيديو وتطلع. بالفيديو الماضي انا شفت في ناس كتير استفادت وشكرا لك، وما في حركات حلوه منكم صراحه، ولكن ما حد حاط لايك. تنسوا اللايك يا رجال. الفيديو جايب 2300 مشاهد، انتم حاطين 73 لايك يا رجل. لايكات جايز لايكاتكم. يب خلونا نحكي عن موضوع بي تي اس. طلع جون كوك او ما بعرف ايش اسمه بالضبط، انا ما بتابع هيدي الفرقات. صرح انه ليش يا ارمي يا عرب انتوا ليش ما بتخلوا اولادكم يتابعوني؟ انا ايش سويت لكم؟ حسيت انه مسكين صراحه. يعني انا شفقت عليه اوكي. ولكن انا احب اقول لك يا جون كوك، بعد ما تشوفوا، قبل ما تشوفوا هذا اللي تبعه هو عم يشتكي، انا احب اقول لك انه الفانزات اللي عندك بكوريا ما عبدوك، عندهم رب يعبدوه. نحن كل يوم مبدلين رب. حسسوني شيبس يا رجل. 안녕하십니까. 저는 방탄소년단의 비입니다. 네, 오늘은 10월 4일 방탄소년단의 브이로그. 되게 로고를 오랜만에 찍는 것 같고 되게 뭔가 약간 낯선 것 같습니다. 저희는 시카고 공연을 끝나고 다시 뉴욕으로 와서 이번에 투어가 정말 규모가 되게 크고 많은 아미분들도 올 수 있게 됐고, 그리고 저희의 공연 스케일도 되게 많이 커지고 되게 다양한 무대들도 많이 있기 때문에 이번 투어는 되게 제일 큰 건 이제 곧 시티필드가 있으니까 컨디션 조절을 하면서 아미들을 빨리 만나러 가야 될 것 같습니다. 2018년 10월 4일 브이로그 끝. مش شوية بتقول لك أنا مسيحية، شوية بتقول لك أنا بعبد البقر. اعبدين الكلب بس خلص، لا تقولي أنا بعبد. هيدي منك لربك. أنا راح أدخل عنك بالقبر إشي؟ لا. هو راح يدخل؟ لا. أنت بتجيبي مسبة لأمك وأبوكي. أنت الولد العاق، فهماني هذا المثل اللي بيقول لك الولد العاق بيجيب لأمه المسبة، فاهمين؟ لأهله المسبي ومو لأمه، بس أمه كمان يعني أمه يعني لحتى جابت ولد عاق. مهم نرجع لموضوع حلقتنا. عم بيطلع لكم فيديوهات قدامكم، يعني كتير من المقاطع وكتير من الإلحاد وكتير من التعليقات السلبية والكفرية والإلحاد. حركة طيب ليش تطرقوا لهذا الموضوع؟ وليش أنا أتطرق لهذا الموضوع؟ وليش عبدوا هدول؟ وصراحة إذا قرأت عنوان الفيديو وقرأت الصورة المصغرة اتشهد مرة ثانية، لأنه هو كان أنا اتشهدت 20 مرة وحاسس حالي بعدني طالع من ديني. أوكي طيب ليش هم يعبدوه؟ طيب الجمال ممكن يخليك تعبد؟ بقول لك ممكن. لا تستغرب. زليخة قطعت ايديها عشان سيدنا يوسف عليه السلام، عشان سيدنا يوسف. هم مو من شدة جماله قطعوا اصابعهم وهم مو دارين. العفو شباب، قطعوا اصابعهم، يعني هم قاعدين يقشرون على ما روى، هم الله اعلم كمان، بس من شدة جماله قعدوا مو حاسين بالوجع. متخيلين يا شباب لوين وصلت؟ فزمان هي بقول لك هسه عندك هذا عم بيحط لك ميك اب وعم بيلعب حديد وعضلات بطن وعضلات رجلين وحركات ووجه ودلوع وبيدلع عليها وموت وتعال وعيش وفوت وخطلاع. يا رجل بحسك مدخل على بيته، هياك الله تعال شوف انا كيف. يا اخي اصبر علي شوي، خليني اعرف ايش مزبوط انا، فاهمين؟ فكثير الجمال ممكن يعمل. وهذا ما طرقنا لهداك اليوم عن موضوع الولد اللي عمل حادث، اللي حتى المحكمة ما عطتها العقاب القوي، مع انه قتل امه وبنته واب يمكن كمان شالوا هيك مع المجموعة العائلة الكريمة طبعا.
مشان هذا الموضوع انا اتطرقت له لانه ما في عليها الموضوع المهم. يعني الناس ما عم تهتم، الناس تطلع بترند لا يا اخوان، الفيديوهات اللي عم تطلع للالحاد والله مو طبيعيه يا اخوان. طيب انا بعد في عندي احلام بدي احققها، رب العالمين قال لك يعني بس ينتشر العرق، والعرق اللي هو الويسكي، وينتشر الالحاد، وينتشر اللواطه، وينتشر بالبلاد العربيه، راح تطلع لك كتير اشياء. يعني راح تصير عندك يوم القيامه. هلا نحن طالعين، يعني انا لسه عندي احلام كتير، واعلام الساعه الصغرى بيقولوا والله اعلم انه خلصت. يعني لسه هلا ضل عنا الكبير، يعني ما بتعرف بكره ممكن تفيق تطلع هيك اولي الشت يا ريتني قدمت لحياتي. هو هيك ولا انا خربطت؟ لا هو هيك. فشباب ما بتعرف، يمكن الشمس تغرب من الشرق، ممكن الشرق الغرب العفو، ممكن يطلع جوج ومأجوج، يمكن يصير يضربنا نيزخ يفضح عرضنا. يا شباب بالله عليكم، بالله عليكم، انا اليوم عم بلعب تقييم ببجي. اوكي انا صاحب عليكم مشان الببجي صراحه، لانه فتح السيزون اللي وهيك. انا كل ما اقتل واحد بيكفر بوجهي كانه عم بيسبح. يا رجل يا دينك، قتلته وذاكرته، ها يا كلب يلا لوبي لوبي، يا ربك عرب. ولا مره صاحبي كفر. اوكي صراحه كانوا راح يعلموني الكفر لو ماني متمسك شوي هيك، علموني الكفر صراحه. كانوا قبل ممكن صراحة سماك ودينك مرة قبل أحد يعاقبني على أغلاط مضى وليالي عدد. المهم قتل صاحبي، فهو قال له ربك، فاهم يعني؟ صاحبي سبله لربه وهو عم بيلعب تقييم، يعني ورقة رابحة. ما عم برره يا صاحبي، ولكن اللي قتله قال له رب أمك ولا رب أبوك. يا رجل حسسني عم يعزمه، مو عم بيسبل له ربه، عم بيقول له رب أمك، يعني ربيها لأمك. يا رجل ما فهمت إنه أنت عم تقول له ربيها لأمك ولا عم تسبل له ربه؟ ما هو ربه وربك واحد يا رجل، مالكم؟ اوكي نرجع لموضوع حلقتنا. اول ما بتعبدي انت انسان، اول ما بتعبدي كلب، شوفوا هذا الفيديو تبع العباده الشياطين وهدول عبادة BTS. نحن هنا لا نبالغ مطلقا في هذه العبارة، فمن رأى ما يحدث في عقول الأطفال الذين يتابعون هذه الفرقة لظن أن تلك ديانة وليست مجرد فرقة غنائية، فقد وصل الأمر لعبادتهم وتقديسهم حرفيا. قدمنا الكثير من الفيديوهات سابقا عنهم، والجميع كانوا يؤولون الكلام ويخلقون الأعذار لهم، فاليوم لن نقدم أدلة تثبت أنهم أعوان للشيطان، ولا حتى سنثبت بأنهم من أنصار الشيطان الإغريقي، ولن نقدم صورا وهم يروجون لعين واحدة أو غيره. هذا الفيديو هو رسالة للآباء والأمهات كافة، بل رسالة لإخوتنا الذين وقعوا في تقديس هؤلاء حتى عبادتهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأولادكم أنتم مسؤولون عنهم، ستحاسبون عليهم أمام الله. كتير مبالغ فيه. وفي عم تطلع لكم صور عن وحدة عم تقول يا ريت أمي وأبوي يموتوا ويجينا يحتلنا العرس هذا الكوريين عشان قصدي يعني عشان يصير عندهم خدامات وكل واحد يتجوز 4 حريم. طلنا نغني المراجل. قصة هي بالمونتاج قلبي ما قصتها خلص كده. فاهمين شباب؟ يعني الكثير من الإلحاد، وأصلا هذا هم هدفا. يعني فعليا هذا هدفا. يعني ايش يعني واحد عم يطلع قصدي يعني عم بيرقص على يا شت جايز، عم يطلع بيرقص على المسرح، ايش بده يكون؟ يعني بده اياك بده لا قصدي خلص، يعني اتقوا الله بانفسكم يا رجل. خلص ربك طلع من قصدي يعني ربك يعني فاهمين صح انه اجانا بالقران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم دينكم ولي ديني، تمام هذا الشيء متفقين عليه، ولكن يعني ربك طلع من مخرج البول. فاهمه كيف؟ يعني مش حابب اتطرق لهذا الموضوع كثير، ولكن لا حياء في الدين ولا حياء في العلم. ربك خرج من مخرج البول، انت عم تعب لشخص طلع من اقذر مكان طلع، فكيف عم تعب؟ كيف شو السر انك عم تعب؟
تعبدي، ولا عبادين البقر، ولا عبادين البوذيه، ولا بيسان اللي عالم كله مهبولي فيها بالفتره الحاليه هي ومحمود، اللي ما بتصلي ولا بتصوم. طلعت مقابله عبد الله انا ما بصلي ولا بصوم، درزي حقها صرماء على وجهها، طلعوها ونشروها وما بصوم ولا بصلي. يعني عادي شو واحد ضروري. ولا البنت اللي بتقول لك عم ينعرض لكم فيديوهات كثير قدامكم انتم حاليا، بس هذا الفيديو ركزوا لي عليه، العالم كلها اخذته على مسخره. هذا الفيديو اللي شفتوه انتم خاطري يكون عندي مسجد وردي. كيف اللون؟ اخو عائشه ايش العلم؟ عيد كذا. ويكون يعني حق البنات، يعني مو انه كل يوم يعني واحد يروح له وهيك، بس انه يكون مالتي هيك باسمي. بدي مسجد وردي. مو ضروري كل يوم تروح على المسجد، انتبه. يعني انت بدك تروح عليه كل يوم، بدك تستخدمه يا رجل، بدك تنتهمه للمسجد انت؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف. ولكن اتقوا الله بانفسكم وفيما تعملون. هي مو احاديث ولا شيء، ما بعرف اذا يمكن حديث او لا، بس هيدي هيك استرجال كيف يعني انك تطلع برات النص اللي كاتبه وفاهم هيك حركه. فيعني اتقوا الله، اتقوا الله. بغض النظر عن هالكحبات، لا 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 قصدي البنات اللي عم بيطلعوا وعم بيقولوا انه بنعبد هذا وبنعبد هذا، اصلا هذول مو شايفينكم اصلا، بغض النظر انه هم بدهم هذا الشيء، ولكن هم مو عارفين يعني. فصدقيني ما راح يتجوزك. والصوره المصغره صح انه هي حامل منه وهذا الكلام، فعليا في واحده عم تتمنى انه تحمل منه، يعني فاهمين كيف؟ وبدل يعني من كثر ما هم مثقفين بدل ما يكتبوا انت كاتبين انت. والله انا يعني يلعن اللي ادرسك عربي، فاهمين؟ وبس صراحه اذا وصلت لهون اكتب شيبس، يلعن الحماس، اكتب شيبس